طيب يا جدعان، انا في حد طلب مني اوردر اونلاين، تمام. اما انا ما ببعتش اونلاين يعني، ولا شغال اونلاين ولا شغال في اي حاجه اونلاين يعني. عامه انا بعرض شغلي والناس بتيجي ليا المحل. المهم شخص كده يعني، هو ومراته طلبوا طلب يعني، واخدين من كل حاجه، واخدين يعني ما علينا من الحاجات اللي واخدينها، بس هي يعني ما تتخطى الا 1800 جنيه يعني، تمام. المهم قلت له هتحول 100 جنيه مصاريف شحن يعني، دي جاب لي اي حاجه. راح قال لي ماشي يا عم مفيش مشكله، حول لي ال 100 جنيه، وانا اتعاملت مع شركه الشحن واديتهم الحاجه وغلفتها والكلام ده كله. وجاء بقى النهارده المفروض يسلم الاوردر، بيرن على الاستاذ ما بيردش، بيرن على الاستاذه ما بتردش، انا واخد الرقمين، بيبقوا فاتحين نت ما بيردوش. يعني انتوا لو مش عايزين الاوردر من الاول يعني، من الاول، ما هو مش مشكلة شحن وفلوس شحن، ما دي ال 100 جنيه سهلة، لكن البضاعة اللي راحت واللي جات ولسه هترجع تاني لو ما اتخدتش، وهي مش هتتاخد أصلا يعني، هتبوظ يعني. كله جاي على يعني، الواحد مش عارف يعمل ايه، أو مش عارف يمشي الموضوع ده ازاي. يا إما أنا هلغيه خالص، حتى لو عايزين ب 10,000 جنيه وأنا قادر أشحنها مش هبعت يعني. بجد يعني بتخلوا الواحد يخاف ياخد خطوة. الناس والله بقت تخلي الواحد يخاف ياخد خطوة. لازم الخطوة الواحد بياخدها يعني، حتى لو كانت صح بيدرسها كويس، ولما يدرسها كويس ويعمل الخطوة بتكون راحت في داهية. ففي يا جدعان ما تخوفوش الواحد من اللي هو يشتغل بضمير. لا حول ولا قوة إلا بالله.